بدأت لكم الفيديو ب5 دينار ليه؟ عشان حابب النهارده اعرفكم شوية حاجات لو انت في ليبيا او بتحب تسافر ليبيا. يلا بينا. اول واهم حاجة، اوعى تسافر تهريب مهما حصل. عارف ان الدنيا صعبة، وساعات ناس ما بتبقاش معاها فلوس كافية وكده، بس مش هتفرق لان السفر تهريب بحوالي 15,000 دينار، ب15,000 جنيه غير اللي انت هتصرفه في السكة. تمام. انما السفر قانوني بحوالي 32,000 او ب35,000 جنيه مصري، يعني مش فرق كتير خالص. تاني حاجة، اول ما توصل حاول ان انت تعمل بطاقة الحصر والشهادة الصحية عشان تمشي وتروح وتيجي براحتك. وبطاقة الحصر والشهادة الصحية دول هنا اهم من الجواز، يعني انت بتمشي بيهم ما بتمشيش بالجواز. تالت حاجة، اول ما تيجي لو انت مثلا ما معكش صنعة او انت جاي على شغل محدد، ما تستسهلش ان انت تشتغل اي حاجة عشان تجيب اي فلوس وخلاص. لا، ممكن تضيع اسبوعين وثلاثة انك تتعلم صنعة في مطعم او الحاجة اللي انت بتحبها، وتشتغل بعد كده بيومية كويسة، خير من ان انت تفضل طول رحلتك شغال اي حاجة بيومية مش كويسة. تمام. تالت حاجة، بالنسبة للأكل والشرب وكده، طبعا الأكل والشرب يعني عادي، ممكن لو انت شغال في مطعم بتاكل وتشرب في مطعم وكده، والأكل والشرب مش معضلة يعني، لأن أكتر الأكل والشرب رخيص. بالنسبة لليوميات زي ما أنا ذاكر في كذا فيديو قبل كده، إن يوميات المطاعم، العامل في المطعم بيبدأ من 70 دينار ل 100 دينار أو الحق نطق اهوت. والمعمار مثلا ممكن العامل ب100، والصنايعي ممكن من 140 ل 170 جنيه. وربنا يوفق الجميع. استنوا الفيديوهات التانية. يلا عشان نصلي المغرب.